خدعوك فقالوا إن أي كلمة كامل دسم بتساوي زيادة في الوزن. والحقيقه ان ده دايت قديم قوي كنا بنقول عليه اسمه اللو فات دايت. يعني ايه لو فات دايت؟ ان احنا نسحب الدهون من اي حاجه. كل ما رحنا ناحيه السكيمد وكل ما رحنا ناحيه اللو فات نبقى احنا ضميرنا مرتاح وماشيين على الدايت كده مظبوط. لكن كل الدراسات والكلام الجديد واللي بقالنا سنين شغالين عليه رايحين ناحيه اللو كارب دايت، عايزين نقلل النشويات من الاكل مش الدهون. وفي فرق ما بين دهون صحيه ودهون غير صحيه، وهفضل اقول الكلمه دي على طول عشان المقلي والمحمر والمشمر اللي احنا بنقليه في البيت سواء في البيت بقى او بره البيت ده ما اسموش دهون، ده اسمه سموم. لكن الدهون الصحيه اللي احنا بنتكلم عليها زيت الزيتون، زيت الكانولا، زيت الكتان، المكسرات، حتى لو الفول السوداني، دي اللي بتبقى غنيه بالدهون الغير مشبعه، اوميجا 3 واوميجا 9، دول اللي احنا محتاجينهم. في ناس بتعصر وبتنشفها على نفسها تماما، بتسحب الدهون من جسمها خالص على اساس ان هي كده يعني ماشيه صح وبيبقى تبقى عامله دايت، ودي بيدخلوا في مشاكل كتيره جدا. يعني بيبقى عندهم مشاكل من بسبب نقص الدهون في اكلهم. متخيلين ليه؟ لان انا الدهون دي محتاجها لكل نمو الخلايا بتاعتي. كل الخلايا بتاعتي اساسها في النمو بتاعها والتكوين بتاعها والشكل بتاعها والتكوين الجداري بتاعها عباره عن دهون. خلايا مخي دهون، امتصاص فيتامينات مهمه زي فيتامين اي وكي واي ودي معتمد على الدهون. فبالتالي مش معنى ان انا اسحب الدهون من اكلي يبقى انا كده صح وضميري مرتاح وان انا ماشي صح. وسؤال حلقه النهارده بقى انا اللي هسالكم، لو قدامي كوبايه لبن كامله الدسم زي ما ربنا خلقها كده، وقدامي كوبايه لبن خالي الدسم، اختار انهي واحده فيهم؟